الأمراض النادرة هي الأمراض اللي نسبتها قليلة جدا في المجتمع، بيختلف تعريفها من مكان لآخر. يعني في أوروبا لها تعريف، في أمريكا لها تعريف، في اليابان لها تعريف. يعني على سبيل المثال إن في أوروبا لو هي واحد كل 2000 بني آدم يبقى مرض نادر، في اليابان واحد كل 2500 بني آدم يبقى مرض نادر، في أمريكا لو المرض ده موجود 200,000 في المجتمع كله فده مرض نادر. هي بيسموها أورفن ديزيز أو الأمراض اليتيمة، بس ده مش معناه إنها قليلة، معناه إن هي مش دارجة زي الأمراض التانية اللي متعارف عليها. عدد الأمراض النادرة طبقا لمنظمة الصحة العالمية تقريبا هم 7000 مرض، بيزيدوا أو بينقصوا مع الوقت. عددها بالظبط مش معروف، بس هم في التقريب يعني 7000 مرض.